الفشل ما بيكسرش الإنسان، الهروب من الفشل هو اللي بيكسر. لمّا بتقع وتخسر بتدوّر على حد تلومه والّا بتواجه ضعفك وتتعلم؟ طبيعي الناس تحب تتكلم عن النجاح، لكن قليل جدًا اللي بيتكلم عن الفشل والنجاح اللي بعده. الفشل جزء طبيعي من أي تجربة، لكن المشكلة مش في الفشل نفسه، المشكلة في طريقة التعامل معاه. الفشل في البيزنس مش هو النهاية، لكنه اختبار قاسي للأخلاق والوعي. المشكلة لما نتعامل مع الفشل على إنه عار لازم نخبيه، أو ظلم من الدنيا لازم نصرخ ضده، وبدل ما نصلح بنبدأ نهدم في اللي حوالينا كله. في ناس بيخبوا الفشل وناس بتلوم غيرهم، وفي ناس غيرهم بيقفوا خالص، بس في ناس قليلة هم اللي شايفين الفشل كدرس ونقطة بداية جديدة. لما مشروع يفشل تلاقي المدير بيشيل الشيلة والمسؤولية كلها الموظفين، أو الموظف يرمي اللي حصل على الشركة، والناس تبدأ تخون بعضها وقت الأزمة، وكل واحد بيحاول ينجو بنفسه على حساب سمعة غيره. الفشل ما بيغيرش أخلاق الناس، الفشل بيكشفها على حياتها. في آية في القرآن الكريم بتقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الفشل مش عقاب، الفشل هو إعادة ضبط مصنع لوعيك. لو سلمت لربنا وآمنت إن دي خطوة في طريقك، ربنا هينور لك بصيرتك ويهدي قلبك عشان تشوف الفرصة اللي مستخبية ورا الخسارة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الوعي إنك تعرف إن المنع أحيانا بيكون هو عين العطاء لو اتعلمت الدرس صح. كل تجربة فاشلة جواها درس مهم. الوعي المهني الحقيقي هو المسؤولية الكاملة. لما تفشل اقف وقول أنا غلطت في كذا، وابدأ ادرس وحلل أسباب الفشل وتعلم من الأخطاء. القوة مش في إنك ما تقعش، القوة في إنك تقوم وإنت أنضف وأوعى وأكتر تمسك بمبادئك من الأول. لو بتمر بفشل النهارده بطل تلوم الظروف، اقعد مع نفسك، اكتب دروسك المستفادة واشكر ربنا على الفرملة دي، لأنها غالبا بتحميك من كارثة أكبر. لو كنت كملت وأنت غلط اسأل نفسك سؤالين: إيه اللي اتعلمته؟ وإيه اللي هعمله بعد كده بشكل مختلف؟ الفشل مش نهاية الطريق، هو بداية طريق النجاح. أنا محمد أبو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.